فاكرين لما قلت لكم ان مشوار المعادله طويل شويه؟ تعالى بقى اقول لك اول خطوه عملتها هي ايه. تعالى ما تتكسفش. اول حاجه عملتها وانا في تكساس لما وصلت ان انا ابقى مستقر. مش ضروري ان انا ابقى غني وناجح، بس كان مهم قوي ان انا ابقى مستقر، رغم ان انا كنت حاسس ان انا في سان دييجو وما بضيعش وقت ولا حاجه. انا بشتغل، بدفع الايجار بتاعي، راجل مستقل، مش بطلب حاجه من حد. حياه بقى البحر، حياه الحريه، الضياع الجميل اللي كاليفورنيا بتوعدك بيه. كنت موجود في تكساس بجسمي بس، انما عقلي كان لسه بيحارب اللي سبته ورايا في سان دييجو. مهم جدا لما يكون عندك هدف عايز توصل له ما تتشتتش وما تسمعش كلام حد، وخليك مكمل في السكه بتاعتك عشان ما حدش يقدر يوقف. للاسف الشديد ما كنتش راسم خطه طويله المدى. مهم جدا ان انت في حياتك يبقى عندك خطه قصيره المدى وخطه طويله المدى، تبقى عارف بالظبط كده انت رايح فين في اخر الطريق عشان تعرف بالظبط انت هتاخد انه طريق. ساعات كتير قعدت اسال نفسي واقول هو الوقت اللي انا ضيعته في سان دييجو ده هفضل اندم عليه كده كتير؟ كان ممكن ان انا اركز واذاكر واعمل المعادله، كل ده في كاليفورنيا. بس اكتر مشكله كانت مواجهاني ان ما كانش فيه صحبه صالحه حواليا كانت بتزقني للهدف اللي انا كنت عايز اوصل. حمدت ربنا جدا ان بعت لي صاحبي في الوقت المناسب وخلاني ان انا احاول ارجع تاني على الطريق اللي كان المفروض امشي فيه من الاول. عارفين الاعلانات بتاعت المارلبورو الاحمر زمان اللي كنا بنشوفها في مصر، لما تلاقي راعي البقر كده واقف على علامه من فوق وبيشرب سيجاره؟ اهو ده بقى كان تخيلي بالظبط عن تكساس. كنت فاكر ان تكساس كلها عباره عن رعاة بقر وصحراء كبيره. الحقيقه تكساس ما كانش بجمال وحلاوه كاليفورنيا، ولكن بصراحه هي ولايه متعادله في كل حاجه، فيها حاجات كتير من اللي الواحد كان بيدور عليها. وانا موجود في تكساس لحد النهارده. لما فقت ولقيت نفسي في تكساس قدرت بقدر الامكان ان انا احاوط نفسي بالناس اللي قلت لكم عليها دي واركز عشان اخد الامتحان المعادله تاني. قابلت بقى كل الريزيدنتس او الدكاتره اللي كانوا بياخدوا النيابه، وقابلت بقى مجتمع جديد مختلف تماما عن المجتمع اللي كنت فيه في سان دييجو. بصراحه المجتمع ده اداني دفعه قويه جدا لقدام، بس في نفس الوقت حسسني ان انا لازم اكون قد المسؤوليه، لازم اجتهد. ابتديت ان انا انظم وقتي عشان اعرف اقدم للامتحان تاني واخش اخد المعادله. دخلت بقى الامتحان والحمد لله. اول ما شفت النتيجه هقول لك بقى عليها الحلقه الجايه. انا غلطت عشان انت تستفيد. استناني.